زي ما اتعودنا معاكم في بريكو إن إحنا بنزور كل الأماكن المميزة في إسماعيلية، النهاردة قررت بعد تفكير كتير إن أطمن على أسناني، فقلت أروح عيادة السحر طب الأسنان وتجميل الوجه للدكتور عبد العزيز حسني. الحقيقة المكان قمة في الجمال والنظافة، تحس فعلا إنك في فندق 5 نجوم. علشان كده إحنا النهاردة في بريكو هنعمل خصومات كتيرة لكل عملاء عيادة السحر. النهارده معانا دكتور عبد العزيز حسني صاحب مركز السحر لطب الأسنان وتجميل الوجه. أهلا بيك يا دكتور. ممكن تكلمنا إيه الجديد اللي بيقدمه مركز السحر؟ بص، احنا عندنا قسم خاص بالتجميل الوجه، يعني بنعمل فيه بوتوكس وفيلر وميزوثيرابي وحاجات زي كده، وعندنا كرسي اسنان متنقل بنقدر ان احنا نعالج الاسنان بشكل كامل في البيت، وبنقدر نعالج ناس كبار وصغيرين من غير حقن. عرفنا إن المركز بينفرد بجهاز الكات، ممكن تكلمنا عنه؟ الجهاز ده بنقدر ان احنا ناخد مقاسات بالكاميرا، بنعمل تصميم، بنقدر ان احنا نبعت لك تصميم على الواتساب تشوفي نفسك قبل ما تستلمي التركيبه، وتقدر ان انت تستلمي التركيبه بشكل فوري في 5 دقائق او ربع ساعه بالكتير، وبيقدر يساعدنا برضو في التقويم، في الزراعه وفي الحشوات، في حاجات كتير. يعني هو التطور بتاع الاسنان. حشو العصب بيخوف ناس كتير، إزاي نقلل الخوف منه؟ هتبص، حشو العصب هو طلع له اجهزه كتير قوي. زمان كنا ممكن اكتر حاجه ان احنا يبقى جهاز واحد، دلوقتي بقى في 4 اجهزه، فكل جهاز بيعمل خطوه، فبالتالي مفيش تدخل بشري خالص او تدخل من الدكتور، ما بيحسش باي الم خالص. ده بخلاف ان هو ممكن بيبقى دقيق جدا. يعني ممكن تكلمنا عن القسم الخاص بالأطفال وإزاي بتتعاملوا معاهم؟ احنا بنأهل الطفل بشكل كامل الاول، وبنقيس له نبضات القلب، نشوف درجه الخوف عنده، بندخله الاول على الكيدز اريا يبدا ان هو يلعب والاستريس بتاعه يقل شويه، وبعد كده بنبدا ان احنا نعالجه من غير حقن، فالفوبيا اللي عنده بتقل جدا، ولو الفوبيا عنده زياده عن اللزوم بنقدر ان احنا ندخله تخدير كلي. شكرا ليك يا دكتور. وفي نهاية لقائنا، شركة بريكو بتقدم كروت خصم لكل عملاء مركز السحر. اكيد مركز السحر هيقدم خصومات خاصه لكل عملاء بريكو.